مشاهدي القناة، السلام الله عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى أحسن حال. مشاهدي القناة، كاين بعض المشاهدين اللي كيقولوا بأنهم مبقاوش كيوصلوهم الفيديوهات ديال القناة. فعلا نظرا كان عندي واحد الغياب لأشهر. كتعرفوا الخوارزمات ديال اليوتيوب ملي كتغيب ما كتبقاش تقدم الفيديوهات ديالك للمتابعين، وبالتالي باش توصلوا بصورة دائمة بالفيديوهات كنطلب منكم اللي مشترك يحيد الاشتراك ويعاود يشترك من جديد ويفعل الجرس، وبالتالي غيبقاو يوصلوه الفيديوهات كالمعتاد. مشاهدي القناة، قبل ما ندخلوا الموضوع اليوم غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي هو في نفس الوقت مضحك، ديال الجارة الشرقية. الجارة الشرقية او الكبرانات سخن عليهم راسهم. شنو قالك بغا يعملوا؟ قالك بغا يردوا الصرف لفرنسا لانها اعترفت بالصحراء المغربيه. وشنو غيديروا؟ التلفازه الجزائريه عملت واحد البرنامج خصاتو المنطقه ديال البغوتاني اللي كاينه في شمال في الغرب ديال فرنسا. هي كتبان لكم هنا في الخريطه. هاد لا ريجيون ديال البغوتان، صراحة ما عرفتش شنو الترجمة ديالها بالعربية. هي منطقة بغوتاني بالفرنسية. كيقولوا بأن هاد لا ريجيون ديال البغوتاني هي كتنادي بالاستقلال ديالها، وهما كيقدموها على أنها يعني منطقة مضطهدة مستعمرة من طرف فرنسا. وأدى بهم الأمر إلى حد استقبال واحد الزعيم اللي كيدعوا بأنه زعيم ديال الحزب الوطني ديال منطقة البغوتان، اللي كيدعي الاستقلال ويدعو إلى استقلال عن فرنسا وغير ذلك من يعني التخربيقات ديال الكبرانات. كيف ما قلت لكم، الجزائر هي دولة عسكرية. السياسة الخارجية ديالها مبنية على الانفعال. ما عندهم شي حاجة سميتها ضبط النفس، الرزانة. السياسة كتبغي الرزانة، ما كتبغيش الانفعال. وهذا للأسف هذا ما نلاحظه على الساسة الجزائريين، ماشي حتى الساسة، ونقولها صراحة العسكر الجزائري، أنه إلا خديتي الرئيس تبون فهو فقط واجهة، فهو رئيس لا يحكم، هو واجهة مدنية لدولة عسكرية فقط. يعني الكبرانات هم انفعاليين، كيعتمدوا على الانفعال في التعامل مع السياسة الخارجية، وهذه غيرجع ضدهم. نساو بين فرنسا إلا دخلوا معاه في هذه المسائل ديال نشجع الاستقلال عندك، فرنسا بالإمكان ديالها شنو تعمل؟ أول شيء في الجنوب الجزائري راه كاين مشاكل كثيرة. دواعي الانفصال في الجزائر كاينه في اكثر بلد فيه دواعي الانفصال هو الجزائر. راه كاينه في الجنوب، عندك الجنوب اللي هما الطوارق بغاو الاستقلال ديالهم لانهم كيحسوا بانهم المنطقه ديالهم غنيه بالثروات المعدنيه، البترول، المحروقات بصفه عامه، في حين كيعانيو من التهميش. هذا من جهة كيبان لهم بأنهم الهوية ديالهم هي مختلفة على باقي الشعب الجزائري، وبالتالي ما كيحسوش براسهم أنهم جزائريين. ثم ما نساوش منطقة القبائل اللي هذه سنين وسنين وهي كتنادي بالاستقلال ديالها. وغادي نضيف لهم حتى منطقة الصحراء الشرقية المغتصبة، لأن هي كاين مسألة أنه المغرب طال زمان أو قصر غادي يسترجعها. في انتظار ذلك فهي كذلك معرضة للاستقلال عن الجزائر. هذا بالإضافة إلى منطقة تندوف اللي هي داخلة فعلا في الصحراء الشرقية،
اللي تقريبا ما بقاتش تابعة للجزائر، بقات ولات يعني منطقة محتلة من طرف البوليزايو. وبالتالي إلا بغاو يلعبوا هاد اللعبة مع فرنسا راه غادي يفشلوا. نساو بأنه شنو هي دي جي اس المخابرات الخارجية الفرنسية راه قوية، راه لا علاقة لها بالمخابرات الجزائرية. يعني راهي هاد الشلة اللي كاينة في النظام راه بين عشية وضحاها دي جي اس اللي هي المخابرات الخارجية الفرنسية قادرة باش تزعزعها وتنحيها من الحكم، مستفيدة من صراع الأجنحة العسكرية اللي معروفة كاينة في الجزائر. من تقول تحييد النظام هنا أقصد ماشي كنقصد الرئيس تبون، كيف ما قلت لكم هو رئيس واجهة لا يحكم، وإنما كنقصد تحييد النظام الحقيقي اللي هو شنقريحة والشلة ديالو. وبالتالي كيقول المثل لا تضرب بالحجر إذا كان بيتك من زجاج. وهنا غنسد هذا القوس باش ندخل الموضوع اليوم. مشاهدي القناة، الجزائر كثرات هذه الأيام الاستفزازات ضد المغرب، خاصة بعد ما عرفت بأن قضية الصحراء المغربية قد انتهت بصورة شبه نهائية مع توالي الاعترافات بمغربية الصحراء، خاصة من دول وازنة على الصعيد الدولي. وكذلك بعدما لمح مجلس الأمن الدولي بأن مقترح المغرب للحكم الذاتي هو المقترح الوحيد لإنهاء صراع اللي غداته الجزائر لمدة 50 سنة. 50 سنة. اليوم المغرب كيوجه رسالة قوية للكبرانات، قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي 52 اللي ممكن تحمل رؤوس نووية، جات للمغرب وانخرطت في تمارين مشتركة مع طائرات الاف 16 المغربية، وقاموا بمناورات بالذخيرة الحية في منطقة طنطان. ملي كنقولوا منطقة طنطان يعني واحد المنطقة اللي هي مجاورة للمناطق الجنوبية، كنقولوا كذلك أنها منطقة غير بعيدة عن الجزائر. وهذه رسالة مبطنة موجهة للكبرانات، خاصة أن هذه المناورات استخدمت فيها الذخيرة الحية، وأن هذه المناورات كانت في واحد المنطقة اللي عندها دلالات سياسية خاصة. كيوجه من خلالها المغرب عدة رسائل للجارة الشرقية، أهمها نحن لا ندعو للحرب، ولكن إن فرضت علينا فنحن لها بالمرصاد. يعني يبين المغرب جهوجية الجيش المغربي لمواجهة أي طارئ جاء من الجهة الشرقية على الخصوص.